في قناة قصة وكتاب مع عبدو. لا نقرأ الكتب فحسب، بل نعيشها ونقتطف لكم من بساتين الفكر أرقى الملخصات التي تخاطب الروح والعقل. يا أيها الحيران، هنا الصلاة فادخل. يا أيها التائه في دروب الحياة، يا من تحاصرك نيران القلق من كل جانب، وتخنقك أدخنة المادة في كل حين. أي لهيب هذا الذي يأكل قلبك؟ وأي سلاسل تلك التي تشدك إلى التراب؟ إنك تسعى خلف سراب الدنيا، تبني القصور من الأوهام، وتظن أنك مالك الأشياء، فتكتشف فجأة أنك مملوك لها، عبد لتفاصيلها، أسير لرتابتها القاتلة. لكن الرحمة الإلهية لا تتركك للضياع، ففي كل يوم ينبثق نور أزرق من أفق السماء، يحمل نداء خالدا: الله أكبر، حي على الصلاة. إنه الأذان، صوت الحق الذي يخترق حجب الغفلة ويكسر جدار الصمت، ليعلن لك أن هناك مخرجاً، وأن باب الملك مفتوح. إنها دعوة للخروج من كهف الذات المظلم، ومن سجن الأنا الضيق، إلى فضاء العبودية الرحب. فألق عنك أحمالك وادخل، فها هنا الأمان، وها هنا السكينة. حلية الغر المحجلين، الوضوء. وقبل أن تقف بين يدي العظيم، لا بد من التخلية قبل التحلية. هذا الماء الذي ينساب على أطرافك ليس مجرد سائل ينظف الجسد، بل هو نهر نوراني يغسل أدران الروح. إنك حين تغسل وجهك تتساقط مع قطرات الماء كل خطيئة نظرت إليها عيناك، وحين تغسل يديك تبرأ مما بطشت. إنها عملية تطهير شاملة تعيد صياغة العبد ليكون أحلاً للوقوف في الحضرة القدسية. إنه الوضوء، حلية المؤمنين وسيماء الغر المحجلين، التي يعرفهم بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من بين سائر الأمم. فأسبغ الوضوء على المكاره، ودع الماء يغسل قلبك قبل جوارحك، واستعد للرحلة الكبرى. الفصل الثاني: الدخول إلى الملكوت. 3. تكبيرة الإحرام، قطع العلائق. الآن وقد تطهرت، جاءت اللحظة الفاصلة. تقف مستقبل القبلة، جامعاً شتات قلبك، ثم ترفع يديك حذاء منكبيك، وتهتف بالكلمة التي تزلزل عروش الدنيا في قلبك: الله أكبر. إنها إعلان القطيعة مع كل ما سوى الله، فبمجرد أن تقولها تلقي بالدنيا وهمومها، وبالوظيفة ومشاكلها، وبالمال وفتنه خلف ظهرك. الله أكبر من كل كبير في عينك، الله أكبر من كل هم يقلقك. أنت الآن في حرم الصلاة، في ضيافة ملك الملوك. لا تلتفت بقلبك هنا أو هناك، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فإذا التفت العبد ناداه الكريم: إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير لك مني؟ 4. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الفاتحة. وفي مقام القيام يبدأ الحوار الأعظم، والمناجاة التي لا نظير لها. تقرأ الفاتحة لا كنص محفوظ تكرره الألسنة، بل كرسالة حب وعقد ولاء متجدد. حين تقول الحمد لله رب العالمين، يأتيك هاد فوراً من السماء: حمدني عبدي. وحين تثني الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي.